أنا متجوزة من 10 سنين وزوجي لا ينجب. عشنا أيام كويسة. وهو شخص محترم، وعارف ربنا والكل يشهد بأخلاقه. عشان كده صبرت واحتسبت. وعشت معاه، بس كل فترة كنت بحن للأمومة فأطلب منه يكشف. كشف مرة واتنين، والدكتور كلامه واحد. فحلف مش هيكشف تاني. أختي ربنا كرمها بأطفال، وعرضت عليا أربي بنتها من 6 سنين، وهو رفض. وبعد فترة من الوقت دخل في مرحلة اكتئاب، ويشتغل يوم ويقعد 20. وبعتله غوشتين يعمل مشروع. خسر ومكسبناش جنيه، حتى الفلوس الأصلية راحت عليا. وبدأ الغم يدخل حياتنا، وما بقتش مستحملة، فطلبت الطلاق ورحت عند أهلي. الكلام ده كان في العيد الصغير، وهو جالي شغلي مرة واتنين وعشرة يراضيني. وبصراحة صعب عليا، وقلت أرجع له، بس أشد عليه شوية علشان يشتغل ويشوف مصلحته. الأسبوع اللي فات أخوه كلم بابا علشان نتصالح. وبابا قال لهم تشرفوا. وحصل ظروف لبابا ومعرفش يقابلهم. لما أخوه رن على بابا يسأله انت فين، بابا حكاله الظروف واعتذر، وقال له البيت بيتك على ما أوصل. بس هو ما قعدش دقيقة وشتم أهلي وزوجي. دلوقتي هو اللي مش عايزني، ورن عليا وشتمني جامد. أول مرة أشوفه كده، وقال مش عايزك، هطلقك ولا هسيبك كده معلقة أحسن. قلت له تمام، أنا اللي غلطانة من الأول. وبدأ بقى يراجع في كلام من سنين. كل يوم تجرحيه فيا وتقولي لي اكشف. وعايزة بنت أختي أربيها، وعايزة أبقى أم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. وشتيمة غريبة كده. أنا بعد ما كنت متعاطفة معاه بقيت متضايقة منه. سؤالي دلوقتي، أنا طلبت من بابا يرفع قضية لأنه فعلا هيسيبني كده، بس بابا قال لي فكري. أنا لو مشيت في محاكم عمري ما هتنازل. إنما لو لسه عايزاه اصبري شهر ولا 2، سنة ولا 2، وهجيبلك حقك. أنا محتارة. لو انفصلت هيبقى ظلمته فعلا زي ما بيقول، وإني كده ما صبرتش وظلمة، وعمر ما ربنا هيرزقني. تمام. طيب بصي، هو يعني مبدئيا احنا لما بنقول احنا عندنا مشكلة او عندنا يعني اختبار من ربنا، واحنا هنصبر وهنحتسب. فلما بنصبر وبنحتسب يعني ما بنتكلمش تاني، ما بنطلبش، يعني خلاص بنبقى احنا عارفين يا رب الاختبار فين. تمام. وخلاص احنا صبرنا واحتسبنا، وبنقفل بقنا بقى، ما بنتكلمش، ما بنفضلش بقى كل شوية نقول روح اكشف، نقول الموضوع مضايقنا، نقول انا عايزة ابقى ام، نقول احنا عايزين نربي بنت اختي، نقول يعني نطلع اي مشاكل انتي فضلتي تشحني فيه طول 10 سنين بان انتي متضايقة وعايزة تبقي ام بكافة الطرق، لغاية اما انتي خليتيه هو على تكة. يعني الراجل انتي كنتي بتقولي في اول الكلام انه هو انسان كويس وشخص محترم وعارف ربنا والكل يشهد له باخلاقه. لما يوصل بعد 10 سنين انه هو يشتم ويشتمك ويشتم اهلك ويفضل يعيد لك بقى في التليفون كل الكلام القديم ده، قاعد يقول لك انت قعدتي تقولي لي روح اكشف مرة واتنين وتلاتة وضايقتيني بالكلام ده. اكيد اتضايق. يعني احنا لما نعرض الشخص سواء كان راجل او ست، يعني اي حد في موقفه نعرضه للموقف زي ده، كل شويه يروح لدكتور ويكشف ويقول له لا انت مش هينفع تعمل حاجه، خلاص هيعمل ايه؟ يعني انت متخيله ان نفسيته تبقى عامله ازاي؟
يعني انت بتشككي في حاجة، يعني سوري احنا بنتكلم حاجة في رجولته، حاجة صعبة جدا. يعني احنا بنقول له انت مش خلاص، انت مالكش لازمة، يعني انت مش هتعمل حاجة في دنيتك، انت مش هتعمل اسرة، انت مش هتعمل حاجة، انت هتفضل عايش لوحدك. فهو كل شوية يروح يكشف وانت تفضلي تزني عليه عشان الامل اللي بيجيلك ده، الحنين اللي بيجيلك دون. خلاص انت بتفكري في اوقات كتير الحنين اللي بيجيلك ده بيخليكي عايزه تمسكي العصايه من النص. يعني انت عايزه تعملي ايه؟ انا عايزه الشخص اللي بحبه، اللي هو المحترم الجميل اللطيف الحلو اللي الناس بتشكر في اخلاقه، وكمان عايزه اخلف. طيب ربنا مش جايب الاتنين، هنعمل ايه؟ مش هينفع. لما نقول انا بصبر واحتسب يبقى نقفل بقنا وما بنسألش تاني، خلاص ما بنتكلمش، ولا بنقول روح اكشف، ولا بنقول اعمل، ولا بنقول سوي، ولا. انتي 10 سنين عايشة مع جوزك وعندك مشاكل دي كلها ومش قادرة تتحملي، كان من السنة الاولى، من السنة التانية، من السنة التالتة. ما تقعديش 10 سنين معاه تقولي خلاص انا مش قادرة اتحمل وانا عايزة اخلف. خلاص انا قلت لك ان انا هقعد معاك وهصبر وهحتسب، بس انا لما قعدت وجربت لقيت نفسي مش قادرة. اشوف بقى ففراكم بالمعروف او ايه، خلاص كل واحد بقى يشوف ايه عايز يعمل ايه. انا وكنت يعني ممكن الواحد ساعات كتير ممكن يقول كلام كتير بق كده، وبعدين يلاقي نفسه ساعة التجربة مش قادر ينفذه. عادي جدا، ما فيهاش اي مشكلة. انا قلت لك انا هفضل معاك ومش هسيبك، بس انا لما جربت لقيتني لا، انا موضوع الامومة ده مهم بالنسبة لي وانا عايزة ابقى ام. تسيبيه بقى هو يشوف حاله ويعيش حياته زي ما هو عايز، وما نفضلش بقى نزن عليه ونفضل ندوس على المشكلة اللي عنده، وزي ما انتي بتقول كده عنده جرح وانتي عمالة تدوسي على الجرح كل شوية، كل سنة كل سنتين تروحي دايسة على الجرح تاني وتخليه يقوم تاني الجرح يوجع تاني. وصلتي الراجل ان هو في الاخر يشتمك ويشتم اهلك والموضوع يكبر، وهذا مش انا هطلقك وانا مش عايزك وانا هسيبك متعلقة مش ليه؟ انت حاولتي تمسكي العصايه من النص والموضوع فرط منك، معرفتيش تظبطيه، فجاه تحني للاطفال تفضلي تزني عليه زن ملوش اي 30 لازمه، تخليه هو يخرج عن اعصابه ويسيب شغله، يوم يشتغل ويوم ما يشتغلش. والمشكله مش ان انت تديله فلوس او تديله دهب يعمل بيه مشروع، المشكله ان هو نفسيا متدمر. اللي نفسيا متدمر ولا هنديله مال قارون هيضيعه. فانت اصلا خسرتي معاه كمان في الطلعه دي، يعني انت بتحاولي تظبطي من حته وانت اصلا بوظتي من حته تانية. اللي نعمله دلوقتي بقى ان احنا لازم ان احنا نقعد مع نفسنا ونفكر احنا عايزين ايه. انت لازم تقعدي تفكري مع نفسك انت عايزه ايه. قصه ان انا امسك العصايه من النص، انا عايزه الراجل الكويس اللي هو اللي انا بحبه واللي جميل واللي حياه عيني كده، الحلو الجميل ده اللي انا بحبه، وعايزه اخلف. الاتنين مع بعض ما ينفعوش. خلي بالك، عايزه اقولك على حاجه حطيها في علم الغيب. انا ممكن اروح اسيبه واروح اتجوز واحد تاني يعجبني ويبقى لطيف وجميل عشان اخلف والخلفه دي تطلع جابت لي مشاكل في حياتي ما لا يعني ما اقدرش اتحملها. او راجل يطلع مش كويس يخليني اشيل انا مسؤوليه الواد اللي انا خلفته او الطفل اللي انا خلفته، ويبقى انا بس انا اسمي خلفته وخلاص، وانا اللي عماله اجري اربي واجري اعلم واجري ابقى انا مهتمه انا بالولد واصرف عليه، وملاقيش راجل وملاقيش اب ليه يعلمه ويكبره. فيبقى انا جبت الولد ولكن يا فرحتي. فاختاري انت، شوفي انت الاولويه اللي انت، يعني انا دلوقتي معايا راجل كويس وراجل محترم وراجل الناس بتشهد له باخلاقه وكل الكلام الجميل ده، وعندك حاجات تانية في علم الغيب ان انت ممكن تروحي تتجوزي واحد وتخلفي، ممكن تروحي تتجوزي واحد وما تخلفيش، وممكن تروحي تتجوزي واحد يطلع انسان كويس وممكن تروحي تلاقي انسان وحش جدا ويعاملك معامله زي الزفت. وارجع بقى اقول يا ريتني طيب ما سبت الراجل الاولاني، ما كان معايا انسان كويس. اصبر بقى واحتسب يبقى ارضى فعلا باللي انا خلاص، يعني اصبر واحتسب يبقى انا اصبر واسكت وما اتكلمش وما افتحش الموضوع خلاص مع نفسي او مع حد، خلاص اصبر واحتسب سايباها عند ربنا، ما بفكرش انا فيها خلاص. مش انا بعمله بقى الامومه توجعني وتنح عليا واشوف الاطفال طالعين نازلين فاروح اقول له يلا روح اكشف تاني. انت كده عماله تدوسي على الجرح وبتخليه هو يعني انت خرجتيه عن شعوره وخليتيه تحول الى انسان تاني، انت بوظتيه.
فلازم تقعدي مع بنفسك وتفكري تشوفي انت عايزة تعملي ايه، وبعدين على اساسه تبدأي تنفذي اللي انت عايزاه.